مساء الخير والسعادة على أحلى متابعين. وحشتوني كتير بجد والله، وحشتوني كتير. معلش غبت عنكم كتير لظروف خارجة عن إرادتي، بس رجعنا بقوة بوصفات تستاهل اللايك وسهلة وبسيطة من غير تكلفة عالية واقتصادية. بس قبل ما أبدأ الوصفة ما تنسوش تحطوا لي اللايك والكومنت الجميل زيكم يا أمارات. ونبدأ في وصفة النهاردة. هنعمل بقى مع بعض أحلى وألذ طريقة لأوراق الفراخ هتجربيها، ومن غير سلق ولا تحمير. الكل هينبهر بيها وهتشرفك في العزومات. أحلى طريقة حمام كداب محشي بالفريك بالخلطة الرهيبة بدون سلق، ومش هتاخد وقت معاكي نهائي ولا حتى مجهود. جربوها ومتأكدة انها تعجبكم جدا. وتعالوا نشوف عملنا ازاي العظمة الجميلة دي، حمام كداب بالفريك بالخلطة الرهيبة. عايزة اقول لكم والله العظيم طلعت تحفة جميلة. تعالوا نشوف عملنا ايه ومقاديرنا ايه، ونقول بقى كل التركات والاسرار وباسهل طريقة ممكن تقدري تعمليها. معانا هنا طاسة، اي طاسة طبعا متوفرة عندك. معانا هنا 3 معالق زيت ذرة كده، ومعايا معلقة سمن بلدي. ميكس كده مع بعض عشان يطعم معانا الخلطة معانا. وهننزل هنا ببصلاية متقطعة في الكبة زي ما انت شايفة كده. هنشوحها تشويحة كده مع معلقة السمنة والزيت الذرة. هنديها تشويحة كده وهنخليها بس تدبل. احنا مش عايزينها طبعا تتحمر، احنا عايزينها بس تدبل زي ما انت شايفة كده. اصفرت بس دخلت على الاصفرار كده. حطيت معايا هنا 3 فصوص من الثوم. لو فصوص صغيرة 3 فصوص، لو فصوص كبيرة يبقى فصين. وحطينا بقى التوابل تتشوح بقى هنا. عايزاكم تشموا العظمة، تشموا الجمال هنا. البصل مع الثوم مع التوابل. حطينا فلفل اسود، وحطينا ربع معلقة 7 بهارات، وشوية قرفة كده بتاع معلقة كده من معلقة الشاي. قرفة كده حسب الرغبة طبعا القرفة. وقلبي هنا بقى وشوحي وشمي. عايزه اقول لكم فظيعه. هنا كنت غسلت الفريك زي ما انتم شايفين كده. انا ما نقعتوش بصراحه ولا اي حاجه، بس غسلته غسله محترمه جميله كده زيكم. ورحت نازله عليه البصل والتوابل بالثوم، واديته تشويحه كده محترمه. وحطيت مرق الدجاج اختياري، انا حطيت مكعب واحد مرق الدجاج واديته تشويحه برضو. وحطيت هنا معلقة من الصويا صوص. بتدي طبعا نكهة ولون تحفة. هي غامقة كده من الصويا صوص. بس طبعا عايزة اقول لكم وديتها في حتة تاني خالص. حطيت هنا 1.5 كوباية من المية. وحطيت هنا بقى الملح حسب الرغبة طبعا، عشان احنا حاطين مرقة الدجاج. خلي بالك ما تحطيش ملح كتير. وهنا حطيت بس كوباية، هي كوباية من كوباية الشاي، لان الكوباية اللي انا حطيت الكوباية دي كانت صغيرة. فقدري قولي كده مثلا كوباية من المية. وحطيت هنا 2 كوبايتين من الفريك. انا اديته بس نص تسوية. وهنا كان معايا هنا الاوراق مخلية بتاعة الفراخ. خليت الفرارجي هو اللي خلاها، وعملت لها تتبيلة كده بقى محترمة، بصلاية وطماطماية وفلفل اسود ونص ليمونة و7 بهارات. وعايزة اقول لك مسكتهم دعكتهم في بعض كده، ورحت ماسكة الوراك ديت ما بين الجلد ومن جوه. وبصي انا سبتها ساعتين تتبل في التتبيلة دي. عايزة اقول لكم بتودي الفراخ في حتة تاني خالص. في الحمام الكداب ده خليته عظمة. وجبت هنا بقى الفريك. طبعا ما حطيتش الفريك كله عشان ما يتزفرش من الفراخ، فاخدت على قد الكمية اللي انا بحشي بيها. وزي ما انتم شايفين كده حطيت الورك وفردته، وحطيت الفريك جوه الورك. ودخلت طبعا بقيت احشي جوه الورك كده زي ما انتم شايفين، وهتشوفوا دلوقتي والفيديو شارح نفسه. بس هوريكم تاني دلوقتي. ولفيناه بالورق الاسترتش. استني معايا شوفي هنعمل الطريقه ازاي، ما تقلقيش. وبدون فويل، مش هنعمل فويل، حمام كداب بدون فويل. بصي ولا سلق بقى ولا تحمير. شوفي العظمه اللي هتحصل دلوقتي. وهنجيب برضو الفويل اهو معايا.
وهنحط الورك كده هنفرده كده. طبعا الحته اللي عند الدبوس دي بتبقى داخله لجوه. بصي انا بدخل بصباعي ازاي اللي جوه، بحشي الفراخ، بس مش عايزاكي تكبسيه قوي لاني برضو لسه الفريك هينفش معانا شويه، احنا ادينا له بس نص تسويه. وهنقفل كده زي ما انت شايفه، هنجيب الجلده دي يمين وهنجيب الجلده دي شمال زي ما انت شايفه كده، وهنجيب الفويل وهنقفل عليه بالفويل كده زي ما انت شايفه. هناخده زي رول كده، رول، ايوه كده. وهنقص طبعا كده على قد الورك، وهنلفه كده مع بعض وهنقفل الجناب كده كويس. بصي الشكل عامل ازاي، عامل زي لفة اللانشون كده، عارفاه الكوز كده اللانشون. فهنعمل مع بعض واحدة تاني عشان نشوف ونتأكد طبعا من الطريقة وبنعمل ايه بالظبط. هنحط كده الورك الفرخة زي ما انت شايفة، وهنفرده كده زي ما انت شايفة. التتبيلة فيه رهيبة. هناخد كده الفريك وهندخل بصبعنا كده زي ما انت شايفة، الفيديو شارح نفسه بالظبط. وهندخل كده بصبعنا، وهنحط طبعا عند الورك من فوق كده شوية، وهنقفل بالجلد بتاعه يمين وشمال، وهنجيب الاسترتش وهنلفه كده زي الرول كده زي ما انت شايفة كده بالظبط. وهنقفل الجناب بتاعته من الناحية دي ومن الناحية دي. عايزة اقول لكم طعمه كان خطير وسهل جدا والله العظيم، ولا متعب ولا اي حاجة خالص، ولا سلق ولا تحمير. بصي رهيب. هنعمل مع بعض واحدة تاني، ده انا زيادة تأكيد بقى، انا باكد معاكم اهو الطريقه عشان خاطر البنات المبتدئين الامارات اللي عايزين يجربوه، جربوه بدون، بصي ما تخافيش وما تقلقيش من اي حاجه، وهينجح معاكي من اول مره وعلى ضمانتي. وجربوه، تعالوا قولوا لي في الكومنتات انتوا عملتوا ايه بالظبط وحصل ايه، والوصفه عملت معاكم ايه بالظبط. بصي هنا، وهنلف طبعا الورك كده زي ما انتوا شايفين. حمام كداب كداب يعني، بس عايزه اقول لكم طعمه خطير، وجربوه والله وعلى ضمانتي. هيبقى سهل وطريقه، بصوا عايزه اقول لكم ولا متعبه ولا اي حاجه. انا عملت قبل كده على فكره بالفويل، بطريقه الفويل والاسترتش راب برضو، وسلقنا وحمرنا وكل حاجه، بس الطريقه دي بقى خطيره. هنا جبت بقى، عايزه اقول لكم الكيس الحراري، عملت الحمام الكداب في الكيس الحراري، تحفه رهيب، اختراع يا كوتش بجد، هيعجبكم جدا. ولا بقى هتحمري ولا هتسلقي، رهيب. هنا بقى حطيت بقى زيادة الدلع بقى والتكات والتركات والحركات. بنحط هنا ورق رورة، وحطيت حبهان وقرنفل وكوبيبة صيني. انا خدت كل 3 في كيس حراري. حطيت هنا برضو في الكيس التاني هحط ورق رورة، وحطيت حبهان، وحطيت قرنفل، وحطيت كوبيبة صيني عشان تعرفوا الحاجات الجافة كلها حطيتها، هتدي طعم ونكهة. طبعا انا بدلع الحاجة بتاعتي عشان انا بحب اكل واستطعم طعم الحاجة كده، بيبقى طعمه خطير. بحب اكل حاجة حلوة، حاجة بمزاج، فرهيب. هنا بقى جبنا طاجن كده زي ما انت شايفه، حطيناه فيه، وجبت خله وخرمت الاكياس عشان الاكياس ما تفرقعش ويفتح معايا. وجبت هنا معايا كوبايتين من الميه السخنه، لازم تكون سخنه. ودخلنا على الفرن درجه 220. عايزه اقول لكم رهيب، خدت حوالي ساعه بالظبط وطلعتها بالشكل، ما تقلقوش ما اتحرقتش، بالعكس ده طلع رهيب زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا هفكم قدامكم اهو، وهفكه معاكم وهتشوفوا الجمال طالع ازاي. ولا حمرنا ولا سرقنا، واسهل طريقة حمام كداب محشي بالفريك، رهيب بالخلطة، رهيبة. عايزاكم تجربوها بجد، طلعت طعمها تحفة. زي ما انت شايفة انا بفك الاسترتش راب. الاسترتش راب دوت صحي، غذائي صحي، مفهوش اي ضرر خالص. والبايركس طبعا مفهوش اي ضرر، فصحي جدا جدا، ولا فويل بقى ولا دوش الدماغ ولا تكلفة ولا اي حاجة خالص. بصي طلعت عاملة ازاي،
طعمه خطير. انا سبته بس يهدى عشان اعرف افتح الاكياس لانه كان سخن جدا. نجيب بقى الصوص العظمه اللي نزل منه دوت، عايزه اقول لكم رهيب. جبته بقى ولمعت كده وش الحمام الكداب بتاعي، وبصوا هنا بقى زوقته بالطريقه الجميله دي. عايزه اقول لكم طعمه خطير. هفتح لكم واحده دلوقتي عشان تشوفوا الفلفله بتاعت الفريك، وتشوفوا بقى نفسي كنتوا تدوقوه معايا بجد والله تستاهلوا كل خير. وطعمه رهيب. عايزاكم بس ما تنسوش تحطوا لي لايك بقى عشان خاطر انا راجعه بعد طول غياب. حطوا لي لايك وكومنت جميل منكم، وعايزاكم تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها في الكومنتات. وعايزة اوريكم هنا الفريك طلع مفلفل وطعمه خطير، والفراخ جوسي وطرية جدا. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.